حتى تعرض لكسور خطيرة في جسمه وتعذر عليه ما يقولوا يا أستاذ المسالك البولية، وأصبح عاجز من نصفه السفلي تماما. وتخيلوا مواطن جالس مع أسرته، مع بنات وزوجة في مقتبل العمر، وهو عاطل من نصفه السفلي. يا رب رحمتك لهذا الشاب، وتابعوا قصته كالتالي. هذا المواطن خالد علان حصل له حادث، سيتحدث عن الحادث اللي حصل وأنها في محلها. سبحان الله وما نحن إلا سبب. خالد كيف حالك؟ الحمد لله. ما هي قضيتك يا خالد؟ والله وقع بي حادث ومعي الحوض ويدي واسناني ومسارب البولية. الحين الحمد لله باقي لي عملية هذه حق المسارق البولية قيمتها 1,520,000 وأنا ما أستطيع، تعبان ما أشتغل ولا في البيت. ما تروح الناس يعني؟ ما ادوا للناس، والله ما يدوا للناس حقه كل يوم في داخل البيت. ما أقدر. وحق السكن؟ والسكن فاعل الخير يدفعوا حق اللي قال باقي عليه حق شهري، الحين ما قدرت. على حق شهرين؟ أيوة عليه حق شهري. خيرة الله. ما هو اللي حصل لك يا خالد؟ حادث كسر بالعمارة بالبدروم. كيف؟ ضرب تراب لا فوقي بعدما تعور تكسر، والحوض بيدي واسناني والمسارب البولية. هذا كله من التراب؟ ايوه ضرب تراب كثير لا فوق. طمرك؟ ايوه لا فوق الدرب. وانقذوا كله كيف؟ هاي حفروا بعد يطلعونا وانقذونا. بعد رابع الحوض ويدي واسناني والمسارب البولية قطع الوتر حق البول من تحت. الحمد لله فعل الخير فعلوا معي الحوض ويدي. الحين الحمد لله تمام. باقي العملية هذه 1,520,000 حق المسارق البولية. نرجو الأخوان يتعاونوا معنا جزاهم الله خير. طيب يا خالد الحين الآن البول كله عن طريق الكيس هذا؟ أيوة على القسطرة هذه. عن طريق القسطرة؟ أيوة ما أقدر. قال لي 3 سنوات. 3 سنوات؟ والله 3 سنوات القسطرة التهابات ما رقدش النوم. ما ترقدش النوم؟ والله ما رقد النوم كثر الالتهابات. ما هو المطلوب؟ مطلوب فاعلين الخير يساعدونا ويعملوا لي العملية جزاهم الله خير. ما تشيش غير العملية النهائية؟ العملية بس والله مش شيء. وهتشجع على نفسك؟ أشكال نفسي أكيد. أيوة الحمد لله اللهم الحمد يسوي العملية وكم بالسلامة وأشكال الجوهري. وين التقريب؟ وده سكروين. إلى من يهم الأمر خالد أحمد عبد الرحيم الوصابي 35 سنة. المريض المذكور على بحاجة إلى عمل عملية إصلاح تضيقات إحليل مجرى البول الخلفي بالفتح، أخذ رقعة جلد تحت إشراف الدكتور وليد الأصبحي، وتقدير التكاليف كما يلي: إجمالية التكاليف 1,521,000 ريال. هذا التقرير في شهر كم؟ 19/3/2022 يعني قبل 5 أشهر 7 أشهر. المشكلة إذا قد قدرت بعض الحين من قبل 5 أشهر. إن شاء الله يتفاعلوا معي جزاهم الله خير. وأكيد الحين قد تغير السعر أكيد. ما فيش مشكلة. هذا العرض سائر لمدة 10 أيام، ينقص أو يزيد حسب تقرير الطبيب. هذا المستشفى اللي عملت منه التقرير. طيب صلي على رسول الله. اللهم صل وسلم. لا ما هو مطلوب مني؟ مطلوب منك تساعد ناس تروح المستشفى تسوي اللي تقدر عليه واللي يقدرك الله عليه. تسوي العملية. الله يجزيك. ولا ما قدرتش؟ ما أطلبونيش. لا والله ما أدريش. هذا الشيء بيد الله. أنا فعلت جهدي. أيوة. أكيد تفعل اللي تقدر عليه. إن شاء الله لو فعلوا العملية وقام بالسلامة إن شاء الله. عندك أمل إنه يرجع زي ما كان؟ عندي أمان. طيب يا أختي أمان وجهي رسالة للناس إنهم يساعدوكم ويوقفوا معكم. ساعدوا زوجين يشتغل على العملية ويقوم بالسلامة إن شاء الله، مش يرجع مثل ما كان يشقى علينا. الله يجزيكم الخير. نحن يا خالد قلت لك احنا غير سبب، والناس سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هو المتكفل بكل شيء. احنا سنعمل جهدنا معك ان شاء الله، ان استطعنا استطعنا، ما لم قدرنا وخلاص. الله يجزيكم الخير. بارك الله فيكم. الله يسلمك يا غالي. امين. واحد من الفقرات انه بنزور واحد من المواطنين مع التقرير الطبي من مستشفى من المستشفيات في جامعة العاصمة. هذا التقرير الطبي يحتاج المواطن الى عملية بمبلغ وقدره كذا كذا من اي مستشفى. فحصلنا واحد من المرضى مع التقرير من المستشفى في عملية ب1,500,000 على اساس انه معشه فيها القسطرة بيجيبوا لها قسطرة. حصل له حادث، دفن في تراب بعمق 15 متر وما خرجوه الا بعد نصف ساعة.
وحصل له هذا التقرير الطبي من عند الدكتور وليد الأكبري على أصبحي. أيوه. احنا قلنا يا أستاذ محمد تعاونوا معنا بقدر المستطاع بالرؤية اللي تراها أنتم مناسبة. واحنا قد جينا لها، قد صورنا المستشفى وعنصورها أثناء العملية، بعد العملية، قبل العملية، كذا كذا، وأنتم تفعلوا معنا اللازم، ترجعوا للإدارة ترسلوا إذا هي إمكانية نحن نعالجه ونفعل العملية هذا. طيب شوف يا أستاذ محمد مع أخونا خالد. طبعا الدكتور وليد هو طبيب خارجي ما هو تبع المستشفى. طيب. يعني هو بيحول حالاته من عيادته لعندنا. من عيادته لعندكم. فيما يخص المستشفى احنا مستعدين مع المساعدة مع خالد بقدر استطاعتنا، لكن فيما يخص الدكتور وليد فانزل له عيادته والسعر اللي يحدده حتى يحدد لك صفر. احنا من ناحيتنا ما عندنا مانع.